يا مساء الحنتي وكل سنة وانتم طيبين. في نوع غريب جدا من البشر يبقى قاعد في اوروبا وبدلة شيك وكرافتة ووراه مكتبة شكلها من ايكيا، ويبقى اسمه جويش ومامته بتبيع ورنيش وهو بلية من غير ريش، ويقول لك الناس هتقوم، الناس هتنفجر، الشعب هيطلع ياكل السيسي ورجالته ومشاريعه. يا ولاد المفجوعة هتاكلونا يا ولا يا جويش يا بولية مدهونة بورنيش. تصدق يا ولا ان الشعب فعلا طلع ولسه هيطلعوا تاني، بس طلعوا يعملوا ايه بقى؟ طلعوا مع الريس يفتتحوا مشروعات، وطلعوا ركبوا طريق طالع على الجلالة، وطلعوا يمشوا على الكباري كأنها جرافيك، وطلعوا يتفرجوا على محطات كهرباء ما بتقطعش، وطلعوا يتصوروا سيلفي قدام مزارع سمكية بتأكل نص البلد. فانت شايف بقى الناس نازلة تقول يسقط النظام، وهم اصلا نازلين عشان يقولوا فين اقرب مكان نركن عشان ننزل نتصور. انت بتتكلم يا جويش يا بولية مدهونة بورنيش عن انفجار شعبي. هو فعلا حصل انفجار، بس مش في وش الحكومة، لا، في ارقام السياحة اللي رجعت، في الصادرات اللي طلعت، في قناة السويس اللي عملت ايرادات غير مسبوقة، وفي المشروعات اللي بقت تتعدى القرى لحدود الجمهورية. انما حضرتك بقى يا بولية مدهونة ورنيش قاعد في اوروبا بتقبض بالدولار من قناة ممولة قطرية، وقاعد بتكلمنا عن الشعب. يا عم انت ساكن في ميونخ ولا في برشلونة، بس دماغك لسه في بولاق من 2011. عايزنا اصدق انك حاسس بالناس؟ هو انت اصلا لسه بتعرف تركب ميكروباص؟ ولا اخر مرة وقفت فيها في طابور عيش امتى؟ ولا تلاقيك اصلا ناسي شكل العيش؟ ايوه يا عم انت دولارات بقى، وتلاقيك بتاكل بالشوكة والسكيزة. واللي يضحك بقى انك بتتكلم عن الثورة. الراجل ده الثورة عندك معمولة بمونتاج وسينما HD ومزيكا حزينة وكلمة الحرية، وبعد كده كات. هو انت فاكر لما تقعد تهبد وتهري كده على القنوات بتاعتكم الممولة، ولا بص على اكس ولا على الفيسبوك هتحرك الناس دي بقت اذكى من كده بكتير يا بولية مدهونة ورنيش. الناس دي شايفة مين بيبني، وشايفة مين قاعد بيشحت صورة سيئة عن البلد علشان يقبض بيها. لكن لو فعلا في ناس هتطلع تاكل، كانوا اول ناس هياكلوها الناس اللي عايزين يولعوا فيها، اللي مستني اي شمروخ يضرب علشان يركب الموجة، اللي عايزين يرجعوا عشان يحكموا البلد وهم اصلا ما يقدروش يبنوا فيها بيت بالرمل على الشط. يعني السيسي قاعد بيبني في مدن، وانت هناك قاعد بتبني في اسطنبول استديوهات علشان تشتم فينا. هو قاعد بيشتغل 24 ساعة، وانت قاعد في البلكونة زي الولية اللي قاعدة مستنية جوزها اللي جاي من الشغل، وعمالة تمسح البلكونة ومغرقة الدنيا، والمية نازلة من المزراب بتغرق في الناس كلها، ويقول لك يلا الشعب هيقوم. قامت قيامتك. قوم انت بس يا جويش يا بولية مدهونة ورنيش من على الكنبة، وقوم وشوف بلدك بتعمل ايه وعملت ايه. شوف الحقيقة المرة ان مصر خلاص ما بقتش بتدار بالتحفيل بتاعكم، ولا بتحكمها هاشتاجات. مصر بتتحرك بمشروعات، احنا بنرد على ارض الواقع. مصر بتصدر، مصر بتنجز في وقت قياسي. وبدل ما تقول الناس هتصور، قول انا خلاص عظم ليتي بيتكسر، لانك فعلا شايف حلمك كل يوم بيتكسر، وشايف انك بقيت نكتة سخيفة على السوشيال ميديا، وقاعد تتكلم لي بالجيم والجيم وعامل لي فيها خريج ازهر، وانت لا تعرف حاجة عن الدين ولا همك في اي حاجة غير انك تقبض. عمر اللي بتعمله ده ما رمز ثورة ابدا، ده رمز فشل، رمز متاجرة، رمز واحد فاكر نفسه منقذ، وهو اساسا ملهوش جمهور غير من نوعية معينة، جمهور من نوعية اعمل شير وحسبي الله ونعم الوكيل. فارجوك يا جويش يا بولية مدهونة ريش، قبل ما تقول للناس قوموا، قوم انت الاول وقف على حيلك يا ولا، ما تقعدش كتير على اللية هتفطسها، لان البلد ماشية، واللي وقعك زمان مش هيرجعك تاني. ويا ريت بعد كده لما تيجي تحلم بانفجار ابقى احلم بالانفجار ده في عقلك، في ليتك، مش في بلدك. قاعد يقول لك افتح بس يا سيسي الميادين وشوف المظاهرات قد ايه. قوم بقى ايه، 130 مليون مصري زائد ضيوف فرشوا ميادين مصر كلها مبتهجين، وصلوا العيد وهتفوا تحيا مصر. في اللية المدهونة ورنيش وشيروها له.